الخروج من علاقة مؤذية مش ضعف، ده شجاعة، لأنه أصعب قرار ممكن تاخده إنك تختار نفسك وتقول كفاية. الخطوات مش سهلة، بس كل خطوة بتاخدها هتقربك من الحرية والسلام. أول خطوة هي إنك تبطل تعيش في الإنكار. لازم تواجه نفسك وتقول العلاقة دي بتأذيني. من غير الوعي عمرك ما هتقدر تتحرك. ابدأ حط حدود واضحة وما تقبلش كلمة تقلل منك ولا تصرف يجرحك. قول لأ، الحدود هي خط الدفاع الأول عن سلامك. محدش بيقدر يعدي التجربة دي لوحده. اطلب مساعدة صديق، مرشد أو أب اعتراف. الكلمة اللي هتسمعها من شخص فاهم ممكن تبقى سبب قوتك. لو مش قادر تسيب مرة واحدة، قلل التواصل، قلل المقابلات، وابعد خطوة بخطوة لحد ما قلبك يبقى جاهز ويقولك خلاص كده كفاية. بعد الخروج من العلاقة ما تستعجلش، ادي لنفسك وقت تلتئم. صلي وافتكر ان يسوع وعد: سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. من رأيك ايه اصعب خطوة علشان تخرج من علاقة مؤذية؟ شاركنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل حد محتاج يسمعه.